واحد يقول لي المهارات يا عم هي دي كده مش لعبة وماستر ومش ماستر وبتاع. عايز اقول لك ان الاصل في اللعبة مهارات يا معلم. ركز كده وفكر، ارجع ايام الانمي كان ساعات يوجي بيستدعي الدارك ماجيشن بدون تضحية. لو تفتكر كده اللي تابع الانمي من الجزء الاول، فاحب اقول لك اللي هو يعني ما دي مهارة، هو فعل المهارة واستدعاه بدون تضحية عادي. اوقات تانية كان بيضحي مثلا بوحشين ويستدعيه لانه كان بيلعب بمهارة تانية زي ديستني درو مثلا. هي الاصل في اللعبة لو رجعت الانمي هتلاقيه مهارات. السلام عليكم يا شباب، هو تقريبا كده الشهر ده برعاية الريد ايز دارك دراجون. عايز اقول لك ان دي اكتر مجموعة نزلت اللعبة عملت عنها مقاطع في القناة. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، المجموعة مع المهارة تقدر تلعبها مع مجموعات كتير جدا في اللعبة. اوكي، هو مقطع النهارده عن الريد ايز مع الانفوكر. بصراحة هي اضافة قوية ورخمة جدا على فكرة، وممكن برضو زي ما هي هتكون رخمة للي ضدك احيانا هتكون رخمة ليك، فانت لازم تكون فاهم المجموعة كويس عشان تقدر تلعب بيها. طيب عموما خلينا اول حاجة اوريك المجموعة، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعة اللي انا بلعب بيه، وزي ما بقول لك كل مرة تقدر تظبط المجموعة بالشكل اللي انت حابه. انا بلعب بشكل صغير عشان نسبة ان الوحش ده يطلع لي تكون كبيرة يعني، وعلى فكرة الشكل ده كويس جدا، وهو تقريبا ما طلعليش ولا مرة بريك هاند. طيب بالنسبة للبداية بتاعت المجموعة، نفس الوحوش الدراجون بتبدأ بيه مع وحش ريتشوال، بالاضافة بقى لو طلع لك وحش الاليستر وحش الانفوكر ده، فانت هتقدر تجيب وحش الفيوجن الرخم جدا. الوحش ده لما بيكون في الملعب يعني حرفيا هو بيعمل بلوك. ازاي؟ اللي هو خصمك وانت كمان مش هتقدروا تفعلوا غير قدرة واحدة بس طالما الوحش ده موجود في صف الملعب. طبعا يعني ايه؟ يعني مثلا الوحش ده موجود في الملعب، خصمك لعب وحش وفعل قدرته، خلاص مش هيقدر يفعل قدرات اي وحش تاني. ونفس الموضوع بالنسبة للهجوم، لما يجي يهاجم مش هيقدر يهاجم غير بوحش واحد. ولكن خد بالك القدرة دي بتشتغل على خصمك وعليك انت كمان. يعني مثلا انت برضو مش هتقدر تفعل قدرة وحش الريتشوال وقدرة الدراجون، هي قدرة واحدة هتقدر تفعلها، يا اما الدراجون يا اما قدرة واحدة من القدرتين بتوع وحش الريتشوال. ودي هي الى حد ما مش حلوة ليك، بس خليني اقول لك انها مفيدة ليك اكتر من خصمك. ليه؟ لانك بادئ الاول عندك وحش زي دراجون نجيت، فانت بتقدر تعمل نجيت لاهم حاجه عند خصمك، وخصمك اصلا مش هيقدر يفعل غير قدره واحده، اللي هو في الغالب مش هيعرف يعمل حاجه غير لما يتخلص من الوحش بتاعك. طيب لما تستلم الدور هتعمل ايه بقى؟ انت عايز تنهي المبارزه، هتنهيها ازاي؟ بيكون في ايدك وحش زي ده، بتنزل بيه نورمال سامن، بتسرش على ورقه الفيوجن، بعد كده بتستخدم الوحش ده نفسه مع الوحش ده عشان تستدعي وحش فيوجن تاني، ويبقى الملعب بتاعك حر وتقدر تنهي المبارزه. طبعا الوحش ده هو كده كده طالما طلع لك في ايدك في اول المبارزه، فانت بتقدر ترجعه تاني من البنش لايدك، يعني هتقدر ترجعه تاني لايدك عادي ما تقلقش. وفي حاجه كمان، في وحش انفوكر كويس جدا ممكن تلعبه مع المجموعه، اللي هو الوحش ده هو مش عندي بس انت تقدر تجيبه بسهوله عن طريق الشيبس، بس انا ما عنديش. يعني هو وحش كويس بتقدر تستدعيه بوحش الاليستر مع اي وحش فاير. طبعا تستدعي من المقبره باستخدام الماتيريال من المقبره، سواء مقبرتك او مقبره خصمك. هتقول لي افرض خصمي ما عندوش فاير، او انت مثلا يعني عندك مثلا نايت مير فينيكس تقدر تجيبه. وفي حاجه كمان، يعني في وحش لينك واحد هو مجاني، خليني هو ده ممكن تضيفه للمجموعه. الوحش ده ممكن بعد ما تستدعي وحش الاليستر وتفعل قدرته تستعمل لينك باستخدام الوحش ده وتجيب وحش فاير، وباستخدامه هو والاليستر تجيب وحش الفيوجن الفاير. فحبيت اقول لك يعني النقطه دي، لو حابب تضيفه للمجموعه هو كويس، ممكن تضيفه وتشيل مثلا الوحش ده، او تشيل حتى ماسكرينا، مع ان ماسكرينا تقدر تجيبها في اول الدور بس هي مش مفيده، لان زي ما قلت لك انت ملعبك هيكون عندك قدره واحده تفعلها. طيب اما عشان تعرف برضو المجموعه بتلعب ازاي، خلينا على طول نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب المبارزه دي ضد السورد سول. طبعا زي ما انتم شايفين الهاند 3 وحوش اليستر، بس عادي مش مشكله، معايا فعل المهاره. طالما معايا افعل المهاره فخلاص هعمل فول كومبو حرفيا. اوكي، ضفت ورقه الفيوجن طبعا والدارك ماجيشن. يقول لك استدعي دراجون بكل سهوله. اوكي، على فكره يعني عايز اقول لك انك مش دايما لازم تجيب لورد اوف ذا ريد، لانك مش هتحتاجه في الغالب الا اذا لو خصمك مثلا قدر يتخلص من وحش الانفوكر، ساعتها هتحتاج تفعل قدرات وحوشك التانية. انت كده انت حاليا ليك قدره واحده تفعلها، وخصمك نفس الموضوع. المشكله بقى بتبقى عند خصمك اكتر. بص هنا فعل قدره وحشه، قلت اعمل له نيجيت كده مش هيقدر يفعل قدرات تانية. بص استدعى وحش ما قدرش يفعل قدرته، مش عارف يفعل حاجه فلعب وحوش في الدفاع. هنا انا ما اقدرش اهاجم غير بوحش واحد، القدره الوحيده اللي اقدر افعلها، ولكن هعمل فيوجن باستخدام وحشي، ووحش الفيوجن اللي هو عامل لي انا كمان بلوك.
خلاص كده يعتبر وحوش اتحررت. هلعب بقى براحتي. اوكي، تجديد للوحش ده. خلاص يعني المبارزة بقت سهلة جدا. هاجمت ونهاية المبارزة. طيب المبارزة دي ضد مجموعة البراندد. حاولت على قد ما اقدر اجيب لك كل المبارزات تقريبا اللي فيها طالع لي وحش الانفوكر، وهجيب لك طبعا مبارزات بدأت فيها تاني. اوكي، فيوجن، الريتشوال، واخر حاجة هجيب وحش الفيوجن بتاع الانفوكر اللي بيعمل بلوك. هو الوحيد اللي هتقدر تجيبه اساسا، لان بيحتاج وحش الاليستر مع وحش دارك، وانت مقبرتك كلها دارك. وعلى فكره زي ما قلت لك، لو عايز تجيب وحش تاني تقدر عن طريق انك تعمل لينك لوحش فاير او وحش لايت. ولكن انا بشوف الوحش ده هو افضل حاجه تجيبه لو بدات اول. هو بيعمل لك انت كمان بلوك، ولكن انت خلاص عملت الكومبو. هو المشكله بقى خصمك هو محتاج يعمل كومبو هو كمان، فالوحش ده عامل له ازعاج كتير الا اذا قدر يتخلص منه. اوكي، دايما بحب احافظ على الوحش ده في ايدي. ليه؟ عشان لما استلم الدور اقدر استخدمه هو مع الوحش ده، واجيب وحش فيوجن والملعب بتاعي يتحرر، ده لو خصمي سابهولي. عشان كده بحاول احافظ على الوحش ده في ايدي. هنا استخدمت دروبلت على وحش الريتشوال. المره الوحيده اللي قررت اسيب وحش الريتشوال في الملعب خصمي ساب لي وحش الانفوكر. هنا كان بيفهم يعني، لانه عارف وحش الانفوكر زي ما هو عامل ازعاج لخصمي، فهو سابولي في الملعب هيعمل لي انا كمان ازعاج لو مش في ايدي وحش الاليستر. هوريكم المبارزه دي كانت ضد براندد تقريبا برضو. اوكي، نيجيت فيوجن طبعا باستخدام الملعب والمقبره عادي. ادمر الوحش بس هو عنده حمايه. اوكي، مش هقدر انهي المبارزه في الدور ده، عنده دفاع لسه. هاجمت ونهيت دوري. اوكي، سبته. ضاف البراندد ان ريد ما يقدرش يفعلها في الدور ده. الوحش ده كويس جدا، سواء قدرته لما بتجيبه او حتى قدرته اللي هي موجوده وهو موجود في الملعب، فوحش قوي. اوكي، دمرت وحش. بعد كده بقى هاجم، فعل براندد ان ريد، نيجيت طبعا، وهكمل هجوم وانهي المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد الدرايتون. نفسي انزل لكم عن الدرايتون تاني، ولكن الوحش اللي في السلكشن مشخصنها معايا، اللي هو مش هيطلع. عايز اقول لك ان انا في حساب عندي فيه جيمات كتير، فلا في جيمات هتخلص، اللي هي بتنتهي في الصندوق الجفت، فبفتح بالزيادات على سلكشن على بوكس محتاجه. ففتحت فتحه في السلكشن، من اول فتحه طلع لي الوحش اليو ار اللي انا بدور عليه بقالي سنه على الحساب اللي عندي حسابين فيهم الدرايتون. الحسابين ما طلعليش فيهم الوحش. الحساب ده من اول فتحه طلع لي الوحش. ليه؟ عشان ما عنديش الدرايتون. لو كان عندي الدرايتون ما كانش طلع لي اكيد يعني. جميله اللعبه. اوكي، بس اول مره يعملوها سيلكشن بوكس فيه كذا ورقه دعم مع مجموعه جديده اصلا، اللي هو صباح الفل انت منزل لي مجموعه في سيلكشن بوكس. لعبه مش عارف ناويه تعمل ايه بعد كده. اوكي، ريتشوال فعل قدره وحشه. طبعا شين هدمر الهيرالد. هو عمل اوكي مش فارقه يعني، انا اهم حاجه عندي تخلصت من الهيرالد، سواء بقى دمرته او اجبرته يفعل قدرته. فيوجن وحش ده مش بيتارجت. هو بدايته قويه جدا، ولكن بالنسبه لمجموعتي هي مش افضل حاجه. بالعكس هو كان محتاج يسيب الوحش ده عنده ماتيريال، ويبقى عنده هيرالد، يعني عنده 2 نجيت لاي حاجه او 2 نجيت لاي سبيل. خصوصا مجموعتي بتعتمد بشكل كبير على ورقه الريتشوال او ورقه الفيوجن. طيب المبارزه دي ضد الريزينيتور. بدات اول، عندي كويس جدا. اوكي، فعلت الجزء التاني من المهاره، ضفت الدارك ماجيشن مع البلومرايزيشن. واحد يقول لي المهارات يا عم هي دي كده مش لعبه وماستر ومش ماستر وبتاع. عايز اقول لك ان الاصل في اللعبه مهارات يا معلم. ركز كده وفكر، ارجع ايام الانمي. كان ساعات يوجي بيستدعي الدارك ماجيشن بدون تضحيه، لو تفتكر كده اللي تابع الانمي من الجزء الاول. فاحب اقول لك اللي هو يعني ما دي مهاره، هو فعل المهاره واستدعاه بدون تضحيه عادي. اوقات تانية كان بيضحي مثلا بوحشين ويستدعيه لانه كان بيلعب بمهاره تانية زي ديستني درو مثلا. هي الاصل في اللعبه لو رجعت الانمي هتلاقيه مهارات.
طبعا بهزر او مش بهزر، هو بجد يعني. انت لو فكرت في الموضوع هتلاقيه بجد. ايام الانمي كان موضوع مهارات فعلا. اوكي ما علينا، عشان بتوع ماستر بس بيتضايقوا من الكلام ده. هو مش قادر يفعل قدرات، يعني مفيش قدرات هو اول قدره فعلها بتاعت استدعاء الوحش من ايده، بعد كده مش هيقدر يفعل حاجه تاني. اوكي دروبلت. خلاص هي المبارزه سهله يعني. فيوجن. الوحش كويس جدا بصراحه، وبينقذك. الوحش ده بينقذك انك تتخلص من الوحش بتاعك اصلا. انت فاهم حاجه؟ لان الوحش زي ما قلت لك، هو لو اللي قدامك بيفهم قوي وعايز يطول المبارزه لحد ما يشوف حل معاك، هيسيب لك الوحش في الملعب. طيب المبارزه دي ضد البراندد. بدأت تاني برضو الهاند كويس في دي دروبلت. المبارزة دي كانت تقريبا سريعة. اوكي 7000 شين، عامل 7000 شين. ميرور جيد حلوة، هي تعتبر من أفضل بدايات المجموعة، بس هو كان يقدر يبتدي نفس البداية بطريقة تاني، من غير ما يستخدم من غير ما يعمل اللي هو عمله ده يعني. البداية كانت أسهل من كده، بس اوكي. فعلت المهارة طبعا، عشان بدأ التاني أقدر أفعل الجزء التاني من المهارة على طول. ريتشوال. فعل على طول الميرور جيد. طبعا شين دروبلت، فقلت استخدم انا كمان دروبلت. عمل فيوجن، جاب البريدابل، بس مش حركه مش ذكيه لاني هعمل له بنجيت دروبلت بدون استهداف. فانت طالما عملت شين، فلما الشين بتاعك يخلص هستخدم دروبلت يعني. انت ما علينا. نجيت. مبارزه سهلها عليا جدا، او خليني اقول لك بصراحه، دروبلت اللي هو عنده دروبلت برضو، بس دروبلت اللي كانت معايا هي سهلت عليا المبارزه اكتر. كده بقول لك دروبلت هي اهم ورقه في اللعبه حاليا. طيب المبارزه دي ميرور. بدات اول تقريبا دي المبارزه اللي طولت، اللي انا قررت فيها استغنى عن الوحش ده. مش عارف دي ولا لا، هنشوف دلوقتي كله هيبان. فيوجن اول حاجه بعملها تجيب فيوجن ريد ايز دارك دراجون، عشان لو خصمك عنده هاند تراب مثلا او نيبيرو، فانت اول حاجه ابدا بيها الريد ايز. هو عموما هو كده كام صامن تقريبا، ما كملتش الخمسه حتى لو ما جبتوش، بس عموما هو يفضل اول حاجه تجيبها الدارك دراجون. ضفت الورقه دي زي ما قلت لك، الورقه دي متجدده، اقدر ارجعها من المقبره الايدي او من المجموعه الايدي. ضفتها بحيث يعني افعل بيها قدره دراجون. المشكله بقى في الدروبلت، يا اما استغنى عن وحش الاليستر، يا اما وحش اللورد اوف ذا ريد. الافضل حاول تحافظ على الاليستر يعني صراحه. هنا كان عايز يدمر لي طبعا الوحش ده عشان يقدر يلعب براحته بعد كده، فهنا عملت نجيت. دي المبارزه اللي هتطول طالما انا استغنيت عن الوحش ده، فخلاص مش هسحب نسخه منه، فاذا المبارزه هتطول. بص هنا خصمي حتى نجيت طبعا البلومرايزيشن، سياب الوحش ده اللي هو بيقول لي دوق بقى من اللي انا دقته من الاخر. شايفين ان التدمير اللي عملته ده ما اقدرش بعمل نجيت، لاني فعلت قدره. ليا قدره واحده كل دور وهجمه واحده كل دور حرفيا يعني. هو نفس الموضوع، بس هنا بقى عايز اقول لك، هو هنا الى حد ما مش عايز اقول واخد تفوق، لانه هو اهم حركه عنده ضاعت، اللي هو الفيوجن. برضه غلطه عمره انه جاب الوحش ده، لاني هاجم ضحى بيه مش هيقدر يفعل قدرته الثانيه. قدره واحده، هو ليه قدره واحده فعلها. طبعا قدره التضحيه انا عملت له النيجيت، بس طالما اتضحى بيه المفروض تشتغل قدرته ويستدعي وحش، مش هيقدر يفعلها بسبب وجود وحش الانفوكر عندي في الملعب.